السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل متابعينا الأفاضل تحية طيبة وبعد. سؤال جاي أجاوب عليه جوه البودكاست الشهير بتاعنا خلاصة الكل في مجال المحمول. سؤال جالي من أحد الفنيين واللي بيسألني: باشمهندس وليد، هو أنا محتاج وقت قد إيه علشان أحترف هذا المجال؟ هنجاوب عليه، بس خليني أقول: لو حضرتك أول مرة تتابعني فمع حضرتك أخوك وليد الخراشي، فني صيانة محمول فيما يقرب من 24 عام، ومدرب صيانة محمول ومؤسس مجموعة الخراشي للتدريب وصيانة المحمول والاستيراد. نرجع تاني للتساؤل بتاعنا، وسؤال يبدو في ظاهره انه بسيط لكن محتاج إجابة عميقة جدا جدا جدا، فركز معايا. علشان تحترف مجال صيانة المحمول لازم تعرف ان المجال ده بيمر بمرحلتين، او عملية الصيانة بتمر بمرحلتين. المرحلة الاولى مرحلة تشخيص العطل، ما بين قوسين كده المرحلة ديت بتمثل 95% من نجاح عملية الصيانة. المرحلة الثانية مرحلة التعامل مع العضو المتضرر او مع المكون اللي فيه المشكلة، ودي المرحلة اللي احنا بنسميها المرحلة العملية او الشغل العملي، اللي هو انا بستخدم التولز المتخصص في التعامل مع المكون التالف او المتضرر او اللي فيه المشكلة. وطبعا الجزء العملي ده حضرتك انت كاسلوب بتكتسبه مع الممارسة. يعني حضرتك بتبدأ النهاردة تتعامل مع المذر بورد او بتفهم آلية التعامل مع المذر بورد من خلال اسلوب بتكتسبه من احد المدربين اللي حضرتك بتبدأ ان انت تشتغل تحت ايديهم، وبيبدأ ان هو يفهمك درجات الحرارة، الاسدير المصنعي، مفهومك بقى لدرجات الحرارة للتعامل مع الاسدير المصنعي ده، ازاي هتعامل مع المكونات المحمية وغير المحمية، ازاي هتعامل مع الاي سي المحمي وغير المحمي، ازاي هقدر ان انا اشابلن اي سي، ازاي هتعامل مع بوردة طبقتين. الكلام ده كله حضرتك بتبدأ تكتسبه، ومع خلي بالك بقى مع الممارسة مع الاستمرارية، يوم 2 اسبوع ممكن في خلال شهر تكتسب الاسلوب وتجيده وتبقى محترف في النقطة دي. في بعض الناس بيبقى محتاج اكتر، شهرين 3. لكن الجزء الخاص بالتعامل على المذر بورد او مع البورد او مع المكون المتضرر او مع العضو التالف في البوردة ده بيبقى محتاج منك وقت، والوقت ده بيكون محدد، ممكن في خلال شهر، 3 شهور، 6 شهور، سنة بالكتير تكتسب الاسلوب المناسب لحضرتك في التعامل مع اي مكون على المذر بورد. الجزء ده بيمثل 5% فقط من عملية الاصلاح. ياه، يعني الجزء اللي احنا شاغلين نفسنا بيه وبنتكلم عليه، واهم حاجه الشغل العملي، واهم حاجه ان انا اقدر اتعامل مع اي سي محمي وارفع وشبلن ونزل، بيمثل 5% فقط من عمليه الاصلاح. زي ما بقول لحضرتك. ليه بقى حضرتك تاني؟ لان احنا لما نرجع للنقطه الاولى اللي هي خاصه بتشخيص العطل، لو حضرتك ما شخصتش صح هتنزل في الجزء التالي ده تشتغل غلط، وشغلك ده هيؤدي لنتائج هتعود عليك انت شخصيا بالضرر. يبقى اهم حاجة معانا تشخيص العطل، واللي تاني بيمثل 95% من نجاح عملية الصيانة، وهو ده اللي تركز فيه، واللي الناس بتقول عليه الجزء النظري. لا حضرتك، هو مش جزء نظري، اسمه الجزء العلمي. كم المعلومات اللي حضرتك كل يوم مش بتكتسبها. المعلومة لا تكتسب، المعلومة حضرتك بتدرسها، المعلومة تدرس وحضرتك لازم تذاكرها، وحضرتك من خلال دراستك للمعلومة ديت بتبدأ ان انت تنزل على المذر بورد بمعلومة حضرتك بمجموعة من القياسات المختلفة، بمجموعة من او تقدر تقول كده بتحليل كامل للمنظومة اللي تحت ايدك، عمل الدوائر الالكترونية، عمل كل مكون جوه الدائرة الخاصة بيه، التخاطب الكل اللي بيحصل ما بين الاس او سي
او المعالج مع اللي حواليه من ايساهات ومن طرفيات، ونقدر نقول ان القسم ده حضرتك من لحظة ما هتقرر تدخل مجال المحمول او اي مجال صيانة الكتروني الى ما شاء الله كل يوم بتشتغل على نفسك في تحصيل كل ما هو جديد، في تحصيل معلومات، لان كم المعلومات الالكترونية كم رهيب. حضرتك هتفضل طول العمر شغال على نفسك فيه عشان تواكب وتتابع وتقدر تكون او تقدر تقول ان انت على قدر مسؤولية اصلاح هذا الجهاز. ده ردا على هذا السؤال. يبقى انا هفضل من لحظة ما هدخل هذا المجال للحظة ما هقرر الخروج منه بتعلم. المجال ده ملوش كبير، وفي اللحظة اللي انت هتحس فيه ان انت كبير اعرف ان ديت بداية السقوط بتاعت حضرتك. اتمنى اكون افدتك، وتابعنا في الحلقات اللي جاية عشان ان شاء الله رب العالمين هنقدم محتوى هتستمتع بيه، هتفهم اكتر عن المجال بشكل عام ومجال صيانة المحمول بشكل خاص. اخوكم وليد الخراشي مدرب صيانة محمول، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.